تفتكر انك لما تمنع اختك من حقها في الميراث هتبقى كسبت؟ الحقيقة ان القانون ممكن يقلب الطاولة عليك. مشهد بيتكرر في البيوت كتير، الإخوة الذكور بيمسكوا الأرض والممتلكات، والبنات مفيش غير الكلام. لكن خلينا نكون واضحين، الموضوع ده مش مجرد تقاليد أو عادات، ده حق شرعي وقانوني محدش يقدر ينكره. النهاردة هنتكلم عن مشكلة تعنت الإخوة الذكور في إعطاء أخواتهم حقهم في الميراث، وخاصة الأطيان الزراعية. هنفهم مع بعض إزاي القانون بيشوف الجريمة دي، بس خلينا في الأول نقسم المشكلة لعدة زوايا. وهنبتدي المشكلة من زاوية العادات والتقاليد. الرضوة في الصعيد، في مجتمعات كتير خاصة في الريف والصعيد بنشوف ممارسة قديمة اسمها الرضوة، وهي إن الأخت لما تطالب بحقها في الميراث بيتم الضغط عليها من العيلة أو المجتمع علشان ترضى وتاخد مبلغ بسيط جدا بدل نصيبها الكامل، بحجة إن الأرض للرجالة. الناس بتقول لها خدي المبلغ ده وخلي الأرض للعيلة. لكن خلينا نقول حاجة مهمة جدا، الرضوة دي مش قانونية، والضغط على أي حد علشان يتنازل عن حقه في الميراث ممكن يتم الطعن عليه قانونيا. القانون مش بيعترف بأي اتفاقات غير رسمية بتاخد حقوق البنات. وتعالى للمشكلة من زاوية استغلال السلطة والقوة. الإخوة الذكور أحيانا بيستخدموا سلطتهم داخل الأسرة لفرض سيطرتهم على الميراث، وبيعتبروا إن الأخت مش من حقها تطالب بأي حاجة. هنا القانون بيتدخل عشان يحمي الحقوق ويرجع الأمور لنصابها الصحيح. الموضوع مش مجرد تقاليد أو ضغط اجتماعي، ده تمييز ضد حقوق شرعية، وده ظلم بكل المقاييس. طب تعالى بقى أقول لك على زاوية جريمة الامتناع عن تسليم الميراث. أيوة، امتناعك عن تسليم أختك حقها الشرعي ده مش مجرد سوء تفاهم بينكم، دي جريمة بالقانون. المادة 49 من قانون العقوبات بتقول إن أي حد يمتنع عن تسليم حق الورثة في الميراث الشرعي يعتبر مجرم، ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية. وده معناه إن اللي بيحاول يلعب بالأوراق أو يأخر تسليم الميراث مش بس بيظلم، لكن كمان بيعرض نفسه لعقوبة قانونية صارمة. طيب ايه الحل؟ وفين الحل القانوني؟ 1. التوجه للقضاء. لو في تعنت أو رفض لتسليم الميراث، الحل الأول هو اللجوء للمحكمة. المحكمة هتوقف التعنت ده وتضمن لكل فرد حقه الشرعي. 2. العقوبات القانونية. المادة 49 من قانون العقوبات واضحة، اللي يحاول يمنع تسليم الميراث حتى لو كان على سبيل التهديد أو التلاعب هيواجه عقوبات حبس وغرامة. 3. التسوية الودية. برضه في بعض الأحيان الحلول الودية ممكن تنجح لو في نية صافية والكل عاوز يحل الأمور بدون مشاكل قانونية. خليني كمان أشرح لك المادة 49 من قانون العقوبات. المادة 49 بتوضح إن كل من يمتنع عمدا عن تسليم أي من الورثة نصيبه الشرعي في الميراث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني القانون ما بيسيبش فرصة للتهرب، وكل حق مضمون بالقانون. في النهاية عايز أقول نصيحة قوية للإخوة، لكل أخ بيمتنع عن تسليم أخته حقها في الميراث. افتكر إن الفلوس والأرض مش هي اللي هتبني حياتك، العلاقات الطيبة والعدل هم اللي هيخلوا حياتك هادية ومستقرة. ظلمك لأختك مش هيجيب غير المشاكل، وانت مش بس بتظلمها لكن كمان بتظلم نفسك قدام الدين والقانون. الدنيا مش مستاهلة، وحقوق الناس أهم من أي حاجة. خليك دايما العدل في بيتك، وخلي القانون جنبك مش ضدك. وما تنسوش، اللي معاه روشتة القانونية عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشتة إيهاب عبد الله، أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.